حقق منتخب فنزويلا فوزا ثمينا أمام ضيفه منتخب تشيلي بثلاثية نظيفة ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة المونديال 2026. بدأت المباراة قوية بين الجانبين وتناوبوا على إهدار الفرص، وفي الدقائق الأخيرة من نهاية الشوط الأول يتمكن اللاعب ليفرسون سوتيلدو من تسجيل أولى الأهداف على إثر خطأ دفاعي. لم يتمكن أحد من إيقاف سوتيلدو ليعود بتمريرة عبقرية لزميله سالومون روندون معلنا الهدف الثاني، ولعب دورا كبيرا في تسجيل الهدف الثالث عن طريق اللاعب داروين ماتشيس. بهذا الفوز صار لفنزويلا 7 نقاط في المركز الرابع، وهو نقص رصيد أوروجواي والبرازيل في المركزين الثاني والثالث، وتحتل تشيلي حاليا المركز الثامن في التصفيات ب4 نقاط جمعتها من فوز وتعادل بعد مرور 4 جولات. وإليكم أهداف المباراة. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.